آخر 3 سنوات من حياة حافظ أسد أو 4 سنوات، أنا أعتقد أنه هذا الرجل أدرك بأنه نظامه السياسي كان قاسي على الناس، وأدرك بأنه يعني الناس مزعوجة كتير من الأجهزة الأمنية ومن الرقابة المتشددة، وأنه الناس ممكن تغيب وراء الشمس كرمال أنه مو قالت نكتة، كرمال أنه ضحكت على نكتة. بس في واحد ما ضحك، بس ما بلغ أنه أنت قلت النكتة، هذا ممكن مثلا يأكل له فلقتين 3، ممكن يتبهدل بالأمن شوي، عرفت علي كيف؟ فهو أدرك أنه هذا أفقد النظام الحياة، أجهزة الأمن أفقدت النظام شيء من شعبيته، وهو عم يفكر بتوريث ابنه، وبالتالي لازم يخلق له شعبية معينة. فإذا أنت سمحت بهامش من حرية التعبير، وسعت الهامش شوي، فهذا حينزل بردا وسلاما على الناس، وفجأة الناس تشعر بأنه كل ما تعيش سوريا من مشاكل ومآسي وتخبطات هي ليست من صنع رئيس الجمهورية، وإنما من صنع الحكومة والأجهزة الأمنية. فهو كأنه حاول أنه يفصل ما بين أسرته ومقام الرئاسة وباقي أجهزة الدولة الأمنية والسياسية وغيرها، وبالتالي انسمح بنوع من اتسع هامش التعبير في سوريا بآخر 3 سنوات من حياة حافظ أسد، واستمر بحياة يعني بالسنوات الأولى من حكم بشار الأسد، لأنه كمان بشار الأسد اكتشف أنه هذا الشيء، يعني هي الخطوة كانت ذكية كتير، وعم تفصل، عم تخلي الناس تفصل بين الرئيس وبين المؤسسات. النقطة الثانية اللي أنا بعتقد أنه هي حقيقية كتير، حافظ الأسد ما كان عنده مانع، وبشار الأسد أكثر، من أنه يصير في أعمال فنية مثل بقية الضوء وغيرها تهاجم رجال الدولة وتهاجم فسادهم وتفضح ممارسات أولادهم الفاسدة والرعناء واللي فيها اعتداء على كرامات الناس بشوارعهم وببيوتهم والأماكن العامة. ليه؟ لأنه هو أراد أن يضعفهم، أراد لأنه هو عنده خوف منه. وأنا بريا واحد حافظ الأسد كان عنده سؤال بينه وبين نفسه، إنه أنا إذا رحلت هؤلاء الناس اللي حولي وهن أقوياء جدا ألن يلتهموا ولدي؟ فهذا الخوف أكيد كان موجود، وطبيعي إنه يكون موجود، سواء كان الشخص اسمه حافظ أسد أو شو ما كان اسمه، يكون بده يورث ابنه، فبده يشوف إنه الحيتان اللي عم يسبحوا وياهم بنفس البحر هن بعد رحيله رح يتركوا ابنه يعني يقود العملية، ولا رح يلتهموا ابنه. فبالتالي لابد من إنك أنت تضعفهم بعيون الناس، وتطعن شوي بشرعية وجودهم وبقائهم. لذلك صار في كتير مسلسلات بتنتقل، مثلا يطلع لك مثلا غزلان في غابة الذئاب، غزلان في غابة الذئاب، ناس يقول لك انه هذا ابن عبد الحليم خدام، ناس يقول لك هذا ابن محمود الزاهبي، ناس يقول لك بس هذا بيشبه ابن مصطفى التاجر، ناس يقول لك هذا كان بيختار شخصيتهم بالضبط. فبالتالي هدول وهن انفسهم هدول المسؤولين فجأة شعروا بالخوف والرعب، لانه بلشت قصصهم تطلع على التلفزيون، فشعروا بنوع من الخدر ونوع من الشلل. وبالتالي يعني إذا كان بذهن حدا منهم، إذا كان، وأنا بستبعد ذلك طبعا، إنه هو يواجه بشار الأسد أو يعيق بشار الأسد، فهو يعني لغى هذه الفكرة كليا.